السلام عليكم. اليوم غادي نجرب معكم مزيج ديال العصير بارد الشمالي وكنافة الشرق بالجبن في فيديو واحد، والنتيجة كانت خرافية. إلا شفتوا الفيديو الأخير غادي تجربوهم اليوم قبل من غدا. خليكم معنا حتى الأخير. نبداو نيشان بالمقادير وبالطريقة ديال التحضير. صدقوني راه واحد المزيج ديالهم غزالين بزاف. نبداو نيشان بالمقادير. نبداو معكم أول حاجة بالعصير ديال بارد الشمالي، هو معروف هنايا في الشمال. فكنديروا كاس عامر ديال السكر سنيده، كيف ما شفتوا الكاس راه مقبب واحد شويه. كنضيفوا القشور ديال حامضه، وهذيك الحامضه نفسها غادي نقسموها على جوج وغادي نعصروها مزيان حتى هي غادي نضيفوها في هاد الخليط هذا. هنا كيف ما شفتوا هنايا في هذه المرحله ضفنا العصير ديال ديك الحامضه، وغادي نبداو كنخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم. هنايا غادي نضيفوا معلقه تقريبا كبيره ديال سنيده الحامضه. هاد المكونات هادو راه كيكونوا كيتباعوا عند صحاب مستلزمات الحلويات. يعني هاد العصير هذا ملي غادي تمشيو تقولوا ليه اعطيني سنيده الحامضه باش كيديروا العصير ديال بارده، هما كيقولوا ليه هنا عصير ديال الليمون، راه غادي يعطيها لكم سير بلاص. وراه ما غاليش بزاف، هذيك الساشيه كامله راه كدير واقيلا غير شي 5 دراهم يمكن. صافي هنا كيف ما شفتوا كنخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيحاولوا يذوب لينا داك السكر. صافي هنا في هذه المرحله هذه كنضيفوا نص لتر ديال الحليب. بالنسبه لنا حنا استعملنا الحليب كامل الدسم. وهنايا عندنا يطرو ديال الماء اللي كنا خشيناه في الفريكو، وكتخليوه كيف ما شفتوا راه حنا كنهرسوه معكم، يعني دخلناه للفريغو حتى كيشد فراسو واحد شويه مزيان، يعني حتى كيبداو دوك الماء كيبدا كيجمد شويه، وكنضيفوه على هذاك الحليب. صافي وغادي نخلطوا المكونات. هنايا غادي نضيفوا نص معلقه صغيره ديال الروح ديال الحامض اولا النكهه ديال الحامض. صافي وغادي نخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم. فهذيك النكهه ديال الحامض راها كتعطي البنه لهاد اولا اللذه لهاد العصير، وفي نفس الوقت كتعطيكم اللون. يعني ما كتحتاجوا ديروا حتى شي ملون اخر اللون ديالو اصفر ولا شي حاجه، غادي النكهه بوحديتها راه كتعطي اللون. صافي هنايا كنخلطوا كلشي مزيان مع بعضياته كيف ما هو موضح. غادي نغطيوه ونخليوه يرتاح حتى كيطلقوا دوك المكونات مزيان مع بعضياتهم، وعاد غادي نرجعوا معكم. هنايا ملي رجعنا فكنزيدوا عاوتاني كنخلطوه واحد شويه. صافي والعصير ديالكم كيكون واجد. فهنايا غادي نبداو كنصفيو فيه باش ما كيبقاوش لكم، الا كانوا بقاو لكم شي حبيبات ديال السكر ولا شي حاجه ما دابوش، فراه كتصفيوه باش كيتحيد لكم اي حاجه. هنايا كيف ما شفتوا فكنديروا واحد البول اخر كنبداو كنصفيو فيه هذاك العصير باستعانه طبعا بالصفايه. صافي وهنايا كنخلطوا. فكيف ما كتشوفوا الا كانت عندكم شي البقايا ديال مثلا داك الحامض اللي حكيتوه اولا شي حاجه فراه ما كيبقاوش، هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا معانا. صافي هنا كنحاولوا نديروا نهبطوا داكشي اللي بقى بالمعلقه. صافي وغادي نستمروا بنفس الطريقه حتى كنصفيو العصير اللي عندنا كامل. راه كيجي واحد العصير اللي زوين بزاف. صافي هنا مباشره غادي نديرو في القرعه، المهم تقدروا ديروه في اي حاجه متوفره عندكم. وهنا غادي نخويه معاكم. راه كيجي واحد العصير اللي زوين بزاف وبنين، وكيف ما شفتوا راه ما فيش نهائيا كثره المكونات، واهم حاجه ان الوليدات ديالكم غادي يحماقوا عليه وغادي يعجبهم ان شاء الله بزاف. صافي هنايا ملي كملنا معكم الوصفه ديال العصير ديال بارده الشمالي، غادي ندوزو معكم مباشره للكنافه. بالنسبه للكنافه فاستعملنا 250 غرام اللي هي رابعه ديال الكنافه. كنديروها في واحد البول كيف ما غادي تشوفوا معنا، وغادي نحاولوا اننا نفكوا دوك الشعيرات ديالها مزيان هكذا كيف ما كتشوفوا مع بعضياتهم باش ما كيبقاوش هكذاك مخبلين. بهذه الطريقه هذه حاولوا انكم تحلوهم هكذا غير بشويه، ما تقطعوها ما حتى شي حاجه. صافي هنا غادي نضيفوا تقريبا 4 ديال المعالق كبارين ديال الزبده الخاصه بالاكل، كتعطي لهاد الكنافه هذه واحد المذاق اللي زوين بزاف، حسن من الزبده
اللي كتكون ديال المارغرين اولا الخاصه بالتوريق ما ديروهاش، ديروا الزبده الخاصه بالماكله هي اللي كتجي زوينه. بالنسبه لينا حنا درنا هاد الطويسات هادو ديال الكنافه، تقدروا ديروا في مول واحد اللي كيكون كبير، يعني كنافه وحده اللي كبيره. حنا بغينا هادو اللي كيجيو فرديين، كيجيو صراحه احسن، وكيجي المنظر ديالهم زوين، وحتى المذاق راه ما نعاودش لكم كيفاش كيجيو غزالين بزاف. فهنايا كنبداو كنحطوا ديك الكنافه في الطويسات بهذه الطريقه هذه، وحنا كنحاولوا اننا نساويوهم، وحاولوا انكم تعمروا القاع ديالهم باش ما تجيكمش الكنافه من القاع يعني خاويه، حيت مازال غادي نعمروهم بالجبن اولا بالكريمه اللي حتى هي يعني غادي طيح عليكم اقتصاديه. فهنايا كيف ما شفتوا اي كنافه درناها في ديك الطويسات كنحاولوا اننا نضغطوا عليها بالصباع ديالنا، وراه مازال غادي نضغطوا عليهم بالكاس. صافي هنا كيف ما شفتوا حنا مباشره حاطين هذوك المولات الصغارين مباشره في الصينيه اللي كتدخل الفران. هنايا كنستمروا بنفس الطريقه، وكنزيدوا نضغطوا عليهم هكذا بالاصبع ديالنا، ومن بعد غادي نستعملوا اي كاس متوفر عندكم، كنزيدوا نضغطوا بهذه الطريقه هذه باش كيقبض هذيك الكنافه، كتقبض الفورمه ديال هاد الليمول هادو. صافي كنستمروا بنفس الطريقه. بالنسبه للحشوه اولا العماره، فهنايا كنديروا كاس ديال اللوز اللي كنكونوا حمرناه وطحناه. هنايا عندنا نص كاس ديال البيستاش، تقدروا ديروا اللوز والبيستاش اولا تقدروا ديروا اللوز والكركاع، اولا مهم تقدروا الا ما كانش عندكم متوفر شي مكون من هادو تقدروا تستغناو عليه. هنا غادي نديروا جبن طري، هذا حنا استعملنا بيرلي، راه كتكون فيه الحلاوه راكم عارفين. تقدروا ديروا الاخر المسوس، هنا درنا 2 ديال العلب ديال بيرلي اللي فيه السكر. وغادي نضيفوا بالنسبه لينا حنا درنا معلقه ديال السكر، ما بغيناهاش تكون صراحه حلوه بزاف حيت مازال غادي نديروا العسل. هنا غادي نضيفوا كميه ديال الجبن، تقدروا ديروا حنا درنا معلقه واحده، تقدروا تزيدوا الا بغيتوا. هنا غادي نديروا واحد الساشيه ديال السكر بنكهه زهره البرتقال. صافي وغادي نخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم. فهاد الخليط هذا هو اللي غادي يكون الحشوه ديال الكنافه ديالكم. صافي كنحاولوا اننا نخلطوا المكونات باش كيتجانسوا مع بعضياتهم بهذه الطريقه هذه. صافي وغادي نبداو كنعمروا في هذوك ليمول ديالنا اللي درنا فيهم الكنافه. فكيف ما غادي تشوفوا معنا مازال ما درنا هذيك الكنافه لا في الفران لا والو، يعني راه باقا خضره، غير ملي ساويناها مزيان حتى تقبط الفورمه ديالها في المول، فمباشره غادي نبداو كنعمروها بهذه الحشوه هذه كيف ما هو موضح قدامكم في الفيديو. غادي نستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. صافي وغادي نستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا هذوك ليمول ديال الكنافه كاملين. صافي هنايا كنجيبوا ديك الكميه ديال الكنافه اللي بقات لينا وكنغطيو بها من الفوق بهذه الطريقه هذه كيف ما موضح هو في الفيديو. كنستمروا بنفس الطريقه حتى غادي نغطيو هاد الليمول هادو اللي عندنا كاملين. صافي ومباشره غادي ندخلوهم للفران اللي كنكونوا ديجا مشعلين عليه من قبل حتى كيذهبوا كيتحمروا مزيان. صافي وكنخرجوهم من الفران. هنا كيف ما غادي تشوفوا معنا مباشره ملي كنخرجوهم من الفران وهما باقيين سخونين كندهنوهم اولا كنديروا فوقهم شي شويه ديال العسل بهذه الطريقه هذه، وكنقلبوهم من المول. راه كيتقلبوا لكم بكل سهوله كيف ما شفتوا حنايا، راه ما درنا لا زبده لا حتى شي حاجه في دوك الليمون هذوك، راه مباشره كيتقلبوا معكم بهذه الطريقه هذه. كنزينوهم من الفوق بالعسل وكنديروا شي شويه ديال البيستاش اللي كيكون هكذا غير مهرمش. صافي وكنقدموهم معكم بالصحه والراحه. راه كيجيو واحد هاد 2 وصفات بعدا غير جربوهم على حسابي، غادي يحماقوا عليهم الوليدات ديالكم حيت حنا اون فوا درنا هاد الكنافه هذه ما بقى منها حتى شي حاجه سير بلاص طرنا بها كليناها كامله. ف وصفات كيجيو اكثر من رائعين. هاد الكومبينيزون ديال الكنافه مع ديك بارده دوزناه بها راه كيجي غزال وزوين بزاف بزاف. غير جربوها على حسابي، اكيد غادي تعجب الوليدات ديالكم، غادي يحماقوا عليها. وصافي هادو كانوا الوصفات ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم.
كيف ما العاده فضلا وليس امرا، الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالنا عافاكم ما تنساوش تشتركوا فيها وتضغطوا على زر الجرس، وما تنساوناش من لايك ديالكم، وخليوا لنا الراي ديالكم في التعاليق الا جربتوا اي وصفه من الوصفات اللي حضرناها معكم. بالصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفات جديده.